تيا كانت دايما بتسأل نفسها هو أنا ليه ما عنديش صحاب؟ هل العيب فيا ولا فيهم؟ الحقيقة إن ما طلعش إن العيب فيها ولا فيهم، طلع في حاجة تانية خالص. ازيكم يا بنات، أنا نيهان وده بودكاست لمنى. أنا عملت القناة دي عشان أساعد البنات تطور من نفسها بعيدا عن الكلام المتكرر والتنمية البشرية المزيفة. بس عاوزة أنوه تنويه بسيط، لو في منكم بنات بتسمعني دلوقتي وعلاقتكم كويسة بأمهاتكم يبقى لازم نعرف إن دي نعمة كبيرة. بس النعمة دي مش موجودة عند ناس كتير، وواجبكم اتجاه البنات اللي بتمر بالصعوبة في التعامل مع أهاليهم إن إحنا نقدر مشاعرهم ونفهم كويس إن من حقهم يتكلموا ويعبروا عن اللي جواهم، مش إن إحنا نحكم عليهم أو نقلل منهم. من حق أي حد يعبر عن نفسه ويتسمع له باحترام. أنا عملت السلسلة دي عشان أحكي عن البنات اللي بتواجه صعوبة في التعامل مع أمهاتهم وبتحس إنها لوحدها في الصراع. أنا عارفة إن أغلبنا بيبقى عنده خوف إنه يحكي عن مشاكل أهله، وده إحساس طبيعي جدا، بس هدفي من البودكاست ده إني أتكلم بصراحة ومن غير تجميل عن الحاجات اللي بنخاف نقولها. أنا جاية أفهمك المشكلة خطوة خطوة ونمشي سوا في كل مرحلة، وأقولك تتعاملي إزاي معاها وإزاي تقدري تتعافي منها واحدة واحدة. الحقيقة إن تيا ما طلعش المشكلة فيها ولا المشكلة في صحابها، المشكلة طلعت في مامتها اللي دايما عندها رغبة كبيرة في الاستحواذ الكلي. أنا مامتك وصاحبتك وكل حاجة في حياتك. الأم الضحية بتبقى محتاجة تكون هي مركز الكون بتاعك، الصحاب يعني منافسين. هي بتخاف إنك تلاقي عندك صحاب الدعم، الفرفشة، أو حتى وجهة نظر تانية غير وجهة نظرها. هي عايزة تقفل عليك دايرة عشان تفضلي انتي خزان أحزانها الوحيد. لو عندك صحاب هتروحي تحكي ليهم، هيفوقوكي، هيقولولك اللي مامتك بتعمله ده مش طبيعي، وده أرعب حاجة بالنسبة ليها إن حد يوعيكي. النوع ده من الأمهات مش بس بيمتلك وقتك، ده بيمتلك مشاعرك كمان. هي بتلعب دور الضحية باحتراف عشان تحسسك بالذنب لو فكرتي تضحكي مع حد غيرها أو تتكلمي مع حد غيرها. هي مش بس عاوزاكي تخرجي للحياة، هي عايزاكي تفضلي زي العكاز اللي بتتسند عليه وتحطك في دور هو أصلا مش دورك. المشكلة إنها تخليكي عندك زي غباء اجتماعي. إزاي؟ وانتي قاعدة مع صحابك انتي مش معاهم، انتي ودنك مع مامتك وهي بتقولك فلانة دي مش مريحة، فلانة دي بتغير منك، فبتلاقي نفسك قاعدة بتراقبي الناس بشكل. هيبقى عندك شك رهيب في كل اللي حواليكي، وده ممكن يخلق توتر بينك وبين الناس أو بين صحابك. الناس بيبدأوا يبعدوا عنك لأنهم بيحسوا إنك مش معاهم أو إنك شخصية معقدة. وهنا الأم بتكسب، بتقولك شفتي مفيش حد بيحبك ولا حد باقي عليكي غيري. وده هو الفخ اللي إحنا بنقع فيه. عشان كده يقولك الأم مش لازم طول الوقت تكون صاحبتك وتحكي ليها كل حاجة. كمان فقدان مهارة الاختيار، لأنها طول عمرها هي اللي بتختار لك صحابك، تحدد لك تتكلمي مع مين، تقطعي مع مين، تاكلي ايه، تشربي ايه، تنامي ازاي، امتى، فين. يعني عمري ما هنسى لما كنت في اولى اعدادي وصاحبتي قالت لي انا مش هاجي الدرس تاني. قلت لها ليه؟ هو الاستاذ شرحه وحش؟ قالت لي لا، ماما مصممة انها توديني عند مدرس تاني اللي هو اصلا انا مش بفهم منه، بس هي طول الوقت بتقنعني ان هو كويس وهتفهمي مع الوقت. تخيلي بنت زي دي مامتها بتتحكم فيها لدرجة تقول لها انت هتفهمي ولا مش هتفهمي. يعني حرفيا بتقول لها هاتي حبيبتي عقلك ده وانا اللي هتحكم فيه. زيها زي اللبس، زيها زي الاكل والشرب، وقسيها على كل حاجة في حياتك. فبالتالي لما بتتحطي في موقف اجتماعي لوحدك بتتعطلي، ما بيكونش عندك الاختيار. هنا لازم تعملي حدود. الحدود مش بس كلام، هي تصرفات لازم تعمليها فعلا عشان تحمي نفسك من الاستحواذ العاطفي. لو امك بتحاول تكون مركز الكون في حياتك وبتعتبر انك لازم تشاركيها كل حاجة عاطفية او حتى تختاري علاقتك بالاشخاص بناء على رضاها، لازم تحطي حدود. طب ايه الحل او اتصرف ازاي؟ علم النفس بيقولك في حاجة اسمها طريقة الصخرة الرمادية. يعني ايه طريقة الصخرة الرمادية؟ الفكرة ببساطة انك تتصرفي مع الشخص المؤذي كأنك صخرة رمادية، مفيش تفاعل عاطفي، ردود قصيرة ومحايدة جدا، مفيش مشاركة تفاصيل شخصية.
مفيش جدال أو استفزاز. الأم المستحوذة بتتغذى على التفاصيل، كل معلومة بتديها ليها، زي مثلا كلمت مين، صاحبتي قالت لي ايه، عملت ايه في المدرسة، عملت ايه في الشغل، ايه هي أهدافي. كل المعلومات دي هي سلاح بتستخدمه ضدك لما تحب تسيطر عليكي. التصرف هنا انك تبطلي تحكي كل حاجة، خلي كلامك معاها عمومي. الحمد لله، الشغل تمام، صاحبتي كويسة، المدرسة كويسة. النتيجة لما بتسحبي منها المعلومات انت بتسحبي منها السيطرة. هتحاول تضغط عليكي عشان تعرف كل تفاصيلك. خليكي زي ما بيقولوا كده الاسطوانة المشروخة، مفيش جديد يا ماما، يوم عادي، والله يوم ممل زي اي يوم. خاصة لو التفاصيل اللي تخص مشاعرك، اهدافك، خططك، انت بتفكري في ايه وليه. الهدف هنا من سحب المعلومات منها هو حماية النفس ووضع الحدود، وده حق اي انسان طبيعي. انت كده مش قاسية عليها ولا بتعاقبيها، انت بتمارسي حقوقك كبني ادمة طبيعية محتاجة مساحة لنفسك. بلاش تعرفيها تفاصيل أرجوكي. حاولي، أنا عارفة إن ساعات بيكون في فقرة استجوابات وضغط، بس اوعي تعرفيها تفاصيل. زي مثلا أنا اتعرفت على صاحبتي الفلانية وطلعت لذيذة وجميلة، أصل لا يا ماما، إزاي تتكلمي عن صاحبتي كده، دي زي أختي وبحكي لها كل أسراري. لا لا لا، بلاش تحكي لها تفاصيل. تاني حل هو حطي حدود الوقت والمكان. في علم النفس في حاجة اسمها المجهود العاطفي، هو انك تبقي طول الوقت شايلة على اعصابك ومشاعرك عشان تظبطي مشاعر حد تاني. يعني ايه؟ مش فاهمة. يعني حد يفضفض كتير انتي تسمعي وتطبطبي حتى لو تعبانة. حد متضايق تحاولي تهديه وتخففي عنه. حد عصبي تمسكي نفسك وتعدي الموقف عشان الدنيا ما تولعش. كل ده بيحصل على حسابك انتي، بتكتمي اللي جواكي، بتأجلي راحتك وبتستهلكي طاقتك. المشكلة مش في انك تهتمي بحد، انك تهتم بمامتك ده طبيعي. المشكلة لما الموضوع يبقى دايما انت اللي بتهدي، دايما انت اللي بتستحملي ومفيش مساحة ليكي. ساعتها يبقى اسمه مجهود عاطفي زائد، والنتيجة بيكون فيها إرهاق نفسي، إحساس بالضغط، وأحيانا زعل مكبوت أو نفاذ صبر. وده اللي بيحصل معاكي بينك وبين مامتك. طيب وإيه الحل؟ الاستحواذ العاطفي بيحب الالتصاق، انك تفضلي قاعدة معاها قدامها 24 ساعة تسمعي شكواها. مش عيب ابدا انك تسمعي لمامتك وتحسي بيها، بس مش طبيعي ان ده يبقى على حساب راحتك، وقتك، طاقتك. بس انا عايزة اقولك حاجة، انتي هنا بتقومي بدور مش دورك. احنا مش اتخلقنا عشان نبقى مخزن شكاوي لحد 24 ساعة في اليوم. حتى لو كان أمهاتنا، المفروض هي اللي تقوم بالدور ده لنفسها وتدور على حلول أو دعم مناسب ليها، مش ترمي كل الحمل عليكي. انتي مش مسؤولة عن إصلاحها ولا عن مزاجها ولا عن كل معاناتها. فالفكرة مش تبطلي تهتمي، الفكرة ما تبقيش مسؤولة عن مشاعر حد تاني طول الوقت. ابدأي اخلقي مسافات مكانية جوه البيت. أنا هقعد في أوضتي ساعتين أركز في حاجة، أنا هتمشى نص ساعة لوحدي. حتى لو ما عندكيش أوضة خاصة بيكي، حاولي تقعدي في مكان بعيد عنها، تمارسي حاجة انتي بتحبيها، او تتكلمي مع صحابك، تلعبي، ترسمي، تمارسي هوايتك زي ما حكينا في حلقة الهوايات. طعي التواجد المستمر، ان يكون ليكي روتين خاص بيكي انتي اللي بتحدديه على حسب مزاجك، حياتك، وقتك. مش لازم تفضلي قاعدة طول الوقت. الهدف هنا انك تثبتي ان وجودك مش مفتوح 24 ساعة، وانك شخصية مستقلة، انك تعوديها انك كيان منفصل مش عكاز متاح طول الوقت. تالت حل وهو انك تقرري انتي. في حاجة في علم النفس اسمها التشوهات المعرفية، بمعنى ان اي حد ممكن يشوف الدنيا من خلال خوفه او تجاربه فبيبالغ في الشك او التهديد. هي أخطاء في التفكير بتحصل من غير ما ناخد بالنا، بتخلينا نفسر الواقع بشكل مش دقيق، بيكون ليها علاقة بخوفنا أو التجارب القديمة بتاعتنا. يعني بدل ما بنشوف الموقف زي ما هو، بنشوفه بعدسة ملونة بالخوف أو القلق. يعني مثلا مامتك زمان حصل لها موقف وهي صغيرة مع صحابها مش لطيف، أو صحابها طلعوا منافقين، يبقى هي هتشوف كل الصحاب بالنظرة دي، فبالتالي بتحكم على صحابك وتجاربك بنفس تجربتها هي. لو شايفة ان الناس كلها مؤذية، ممكن اي صحبة جديدة تبقى اكيد بتستغلك. اي نجاح ليكي اكيد حد هيغير منك، مع ان مفيش دليل واضح اصلا، بس عقلها مكبر احتمال الخطر، وطول الوقت بيكون عندها قوانين في دماغها. التفكير الكارثي هنا انها تتوقع اسوأ سيناريو دايما.
تعميم إنها يكون عندها تجربة واحدة وحشة يبقى كل الناس كده. قراءة النوايا، نفترض إن الناس نيتها سيئة من غير دليل، بيكون عندها أبيض وأسود، يا حد كويس جدا يا وحش جدا، مفيش وسط، وكل القوانين دي بتسقطها عليكي انتي. لازم تفهمي إن شك مامتك في الناس مش حقيقة، شكها الدايم في صاحبتك ده انعكاس لخوفها، هي شايفة الناس وحشين عشان تفضلي انتي محبوسة معاها في أمانها المزيف. ولما تبدأي تعملي كده ده هيزود عندك الذكاء الاجتماعي، هتقدري تفهمي كويس مين بتحبك من مين مش بتحبك، مين الصحبة اللي فعلا مخلصة وكويسة معاكي ومين لأ. حكمي عقلك انتي بعيدا عن دماغها هي. لما تقولك صاحبتك دي بتغير منك أو دي بتستغلك، قولي لنفسك فورا ده رأي ماما، مش بالضرورة تاني، مش بالضرورة يكون الحقيقة. جربي تختبري الناس بنفسك وما تحكميش عليهم بكلامها هي. فكري نفسك ان الثقة في الناس مهارة حياة لازم تتعلميها عشان تعيشي وتتجوزي وتشتغلي. لو فضلتي ماشية بشكها هتفضلي لوحدك طول عمرك، وده اللي هي عايزاه لكن مش ده اللي انتي محتاجاه. وده هياخدنا لأهم نقطة، لما تبدأي تعملي كده ويكون عندك وعي وإدراك إيه اللي بيحصل. مصطلح في علم النفس اسمه انفجار الإطفاء، هو مصطلح في علم النفس السلوكي بيحصل لما توقفي سلوك شخص كان متعود انه يجيب نتيجة. يعني ايه؟ مش فاهمة، هفهمك ببساطة. لو شخص متعود ان العياط يخليكي توافقي، الالحاح يخليكي تدي اهتمام، الضغط يخليكي تستجيبي، وبعدين فجأة انتي وقفتي الاستجابة، اللي بيحصل غالبا يزيد العياط، يزيد الالحاح، يزيد الضغط عليكي. عاملة كده زي طفل اتعود كل ما يعيط تجيبي اللي هو عاوزه، فهو كل ما يعوز منك تنفذي الأمر يقوم يلعب عليكي بالعياط ويضغط عليك، ولما ما يلاقيش استجابة يضغط أكتر في العياط في الزعيق لحد ما تنفذي اللي هو عايزه. ده بالظبط اللي هيحصل معاكي لما تبدأي تحطي حدود مع والدتك وتهتمي بنفسك ويكون ليكي كيان منفصل. في الأول ممكن تلاحظي تكرار نفس الطلبات أو الأسئلة بشكل أكتر، محاولة فتح نفس المواضيع اللي انتي وقفتيها، زعل، عتاب، ضغط عاطفي، أو حتى إحساس إن الوضع بقى أسوأ. ده طبيعي جدا في مرحلة التغيير، لأن الطرف التاني متعود إن أسلوب معين كان بيجيب نتيجة. المهم تفهمي هنا إن ده مش معناه إنك غلط أو إن الحدود مش نافعة، ده غالبا مرحلة مقاومة للتغيير قبل ما يحصل التعود الجديد. لو فضلت ثابتة بهدوء من غير شرح طويل، من غير رجوع لنفس النمط القديم، ومن غير تبرير زيادة، مع الوقت السلوك ده بيبدأ يقل تدريجيا وبيتحول لطريقة تعامل جديدة أكثر هدوء وتوازن. المهم إنك ما تبرريش ولا تشرحي، وده اللي هنشرحه في الحلقات التانية في السلسلة بتاعة الأم وبنتها. ضروري إنك تكوني سجلتي ده في نوت بوك عندك أو على الموبايل، وتبدأي تبني حدود وتفكري واحدة واحدة. وقبل ما تفكري تاخدي أي قرار، حتى لو هتنزلي تجيبي لنفسك حاجة حلوة، اسألي حالك انت اخترتيها ليه، عشان مامتك ولا عشانك انت؟ مهما كان شكل العلاقة افتكري دايما ان اقوى حاجة ممكن تعمليها مش انك تغيري حد، لكن انك تفضلي واقفة على رجلك وعندك مساحة لنفسك وسط كل ده. هدفي مش انك تتعاملي معاها وحش، وده هنتكلم عنه في حلقة كاملة، ولا انك تقطعي العلاقة، ولا انك تبقي ضدها. هدفي الحقيقي انك تفهمي انتي ايه اللي بيحصل وتقدري تحمي نفسك من غير ما تضيعي نفسك في النص.